أهلا يا حلوين، أنا حور ورجعت لكم بمقطع جديد، واليوم راح نقرأ قصصكم ومواقفكم الرمضانية المحرجة، فحطوا لايك وخلونا نبدأ. صاحبة أول موقف تقول: كنا معزومين عند ناس وأفطرنا وخلصنا وأهل البيت قاموا يشيلون السفرة. قامت أمي وقالت: اقعدي بنتي بتشيل السفرة. وتجلس المرة وأنا أقوم وأجيب صينية كبيرة وأشيل كل الأغراض. وكنت قاعدة أشيل الأغراض من عند الحرمة، والأغراض كانت مرة كثيرة ويدوب أمشي، وكانت الصينية مرة ثقيلة، وشوي لا تنكب الأغراض كلها على الحرمة. مت من الفشلة. شغلت أنا. مرة كنت معذورة وكنا رايحين نفطر عند جدتي أمي، فكنا أنا وأمي وخالتي بالمطبخ نحضر الطاولة، وأخواني وأولاد وبنات خالتي كانوا بالصالة. المهم أنا قبل ما يأذن أكلت حبة دوالي إيش؟ أنا نطقتها صح؟ صححولي بس لا أكون جبت العيد. المهم نكمل. وفجأة أشوف ولد خالتي الصغير واقف عند الباب وشافني وراح حكى للكل إني مفطرة، ويمكن حتى الجيران سمعوا، والمشكلة إنه في أولاد فالإحراج كان 1000. عموما يا جماعة صححولي إيش هي دوالي واشرحوا لي إيش هي الأكلة هذه، أخاف أكون جبت العيد. تعرفين تسكتين؟ تعرفين شنو فوائد السكوت؟ كنا عازمين ناس على الفطور، كانت العزيمة يوم الأحد، فجاء يوم السبت وكنا قاعدين في أمان الله قبل الفطور بساعة كذا. المهم فجأة يدق الجرس ورحت أشوف إلا حرمة، وكانت واحدة من المعازيم حقين يوم الأحد، فرحت عند أمي وقلت لها وانصدمت، فجينا عشان ما نحرجها دخلناها وأكلت معنا الفطور. المهم بعدين المرأة استغربت إنه ما في أحد موجود غيرها، فسألت ليه بس هي اللي موجودة، وعلمناها السالفة، بس قلنا لها إنه إحنا اللي غلطنا بالتاريخ ونسينا نبلغك. أحس مسكينة موقف لا تحسد عليه، وكويس إنه أنتم ما أحرجتوها وبينتوا إنه أنتم غلطانين وكذا. مرة حبيت تصرفكم صراحة، كان مرة لطيف. كان في جمع في بيت خالتي، وهذاك اليوم كان عندي اختبار، فبعد العزيمة كنت جالسة أذاكر عند الحريم، والحريم يتكلموا بصوت عالي ويسولفون، والأطفال جنبنا يلعبون صيادة والعيال يلعبون كورة، فكان الوضع إزعاج، والعيال يصرخوا والأطفال يبكوا، وأنا انزعجت وقلت بصوت عالي: خلاص. والحريم طالعوا كلهم فيني ومعصبين، وحتى العيال والأطفال معصبين، وأنا انحرجت ورحت للحمام وقفلت على نفسي. والمصيبة أني سمعت صوت جدي جا ويقول: مين اللي صرخ؟ أجي أضربه بالعقال. وأنا في الحمام دموعي شلال. بلا صياح أرجوكم، بلا صياح، الوضع ريلاكس خلاص. مرة كنت بالمسجد أصلي التراويح، وكان معي ولد أختي الصغير وأمه وأمي، وكان وقتها عمره ما يتعدى 2 كذا. كان جالس يلعب وإحنا نصلي، وفجأة طلع الجوال من الشنطة وفتح أغاني تفطس ضحك، وأغنية على عهدي على ديني، وقام يركض ومشغل الأغنية على أعلى صوت، والحريم كلهم فطسوا ضحك وعادوا الصلاة، والحمد لله الرجال ما وصلهم الصوت. هلا أبو سعود، هلا مع الأجواء الزينة. أيوة الموسيقى عطني ورا. ثالث رمضان كانت خالتي عزمتنا على الفطور، وأنا كنت بعدل جلستي، وهي قالت قدام الكل، طبعا كانت عزيمة كبيرة، فقالت خالتي: اجلسي لسه ما أكلتي شيء. وأنا الغبية قلت: ما عليك يا خالة لسه بكمل أكل. ولما رجعت البيت قلت: يا ليتني قمت ولا فشلت نفسي. فيهم يخزونه ما نعجبهم هذيلا فوق. مرة كنا بعزومة كبيرة في الديرة، وكانوا حاطين الفطور، وأنا أطلع برا على الحوش وأسمع الشيخ يقرأ قرآن. دخلت وحكيت لهم إنه أذن والكل أفطر، وبعدها بشوي كلنا نسمع صوت الأذان تو يبدأ، وكل اللي في السفرة صاروا يطالعوا فيني. هذه القصة صارت برمضان العام الماضي. كان عندنا عزومة في بيت جدتي، وكنت قاعدة أساعد خالتي، وبحكم إنه خالتي ما عندها عيال قالت لي روحي ودي الحلا للرجال، فأنا رحت وما كنت لابسة جزمة، فعشان أطلع للمجلس الخارجي لبست صندل كان كبير علي، وطلعت إلا وأدعس على الصندل وأطيح ويطيح الحلا معاي، وكان عند مجلس الرجال، وتمنيت الأرض تنشق وتبلعني. وقفت أنا وشعري اللي انعدم وقلت: هلا كيفكم؟ بعدها أجري بكل ما أعطاني الله من قوة، وأسمعهم وهم يضحكون علي. طبعا ما قصروا عيال خالي الصغار، راحوا ونشروا خبر طيحتي للعيلة كلها، وللحين مو قادرة أتخطى.
كنت ما أصوم، وانتو تدرون ليش العذر اللي يجي عند البنات. المهم جيت من المدرسة وجعت، فسويت لي توست وقعدت في المطبخ من خشة عشان أكله، وإخواني وأبوي ما يشوفوني إلا وتشوفني بنت أخوي وتقول بأعلى صوت جدو فلانة ما تصوم. يا ويلك على الفضيحة. كنت أفطر مع أهل زوجي ومسوية حلا، طبعا سويته في بيت أهلي وخليت أختي تسوي لي. المهم يوم جاء وقت الفطور إلا ولدي يقول بصوت رفيع ذوقوا من حلا ماما سوته في خلاط بيت أهلي. طبعا عم الصمت ووجهي قلب ألوان. يا بنت الحلال كويس ما قال خالتي سوتها. مرة كنت في المسجد أصلي التراويح وكنت ناسية إني حاطة المنبه على الساعة 8، ورن المنبه وحنا في المسجد، وأحمد الله إنها كانت آخر ركعة. ويوم خلصنا صلاة قال الإمام حطوا الجوالات صامت، وأنا كنت حاطة صوت المنبه صوت ديك وما أدري وش كنت أحس. إيش في؟ تبغى كف؟ أتذكر زمان لما كان عمري 14 كنا في بيت جدتي وكانت في فطرة، وخالتي قالت صبي الفيمتو وأنا مسوية فيها أتفنن، فقربت كوب الفيمتو والجيك اللي نصب فيه من السفرة ونكب كله على السفرة، وما أحكي لكم الموقف تمنيت الأرض تنشق وتبلعني. ولما رجعنا بيتنا أمي صفقتني تصفيق الله لا يوريكم، والحين عمري 24 وللحين ما تخطيت، وإذا فكرت أتخطى يذكروني فيه. It's okay baby, it's okay. مرة كنا عند بيت جدي وكنت مسوية حلا ومستانسة وأبغاهم يذوقوا ويعطوني رأيهم، ولما جو يذوقوا كل واحد كان له رياكشن زي اللي يقولوا الله يكرم النعمة كذا. وبعدين خالتي قالت لي انتي إيش بك حاطة ملح؟ ولما ذقته طلع مالح مرة، وأنا غلطت يوم جيت أحط السكر بدل ما أحطه حطيت ملح، لأن أمي كانت حاطته بعلبة تشبه السكر، وحلفت معاد أسوي كيك. ذبحتيني يا ننتيني، ما تبي تتعلمين، ما تبي تتعلمين، تخص ما سوينا كذا، سوينا بالخلاطة. الموقف صار ثاني يوم رمضان، كنا في بيت جدتي ومتجمعين، وبعد الفطور قعدنا نتقهوى وبعدين على أساس نروح المسجد نصلي التراويح، بس أنا وبنت خالتي ما كان علينا صلاة. المهم الحريم دخلوا على المسجد يصلون، وأنا وبنت خالتي جلسنا نتمشى في الحارة، فشافنا أخوي وقال هاي انتو ادخلوا المسجد صلوا مع الحريم. المهم بنت خالتي تفشلت وأنا أغمز له إنه يعني اسكت مالك دخل، لأنه كان في عيال خوالي يمشون جنبه على الطرف الثاني. الزبدة العيال قعدوا يضحكون، وأنا وبنت خالتي قمنا نركض لبيت جدتي وهي قاعدة تبكي، وبعدين حرمنا نمشي في الحارة. لكن أبشركم من رجعت البيت علمت أمي، وأمي مسكت أخوي وهزأته وقالت مالك شغل. المهم أخوي اعتذر لي وأرسل معاي اعتذار لبنت خالتي. كويس القصة انتهت بسلام. وبس والله هذا كان آخر موقف. إن شاء الله تكون المواقف أعجبتكم، صراحة حبيت مواقفكم الرمضانية، إن شاء الله راح نكررها كل سنة. وبس والله لا تنسوا لايك ولا تنسوا تشتركوا بالقناة لو ما كنتوا مشتركين، وتفعلوا زر الجرس. أحبكم، أشوفكم بالفيديو الجاي على خير، مع السلامة.